هلا. طيب انا دلوقتي خلاص عرفت انه التصديق بالحسنى هي من اكتر المهارات اللي احنا بقينا مفتقدينها في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، وهي كمان من اكتر المهارات اللي احنا محتاجينها ومحتاجين نكتسبها عشان نفعل قانون اليسر في حياتنا. ابدا اشتغل عليها ازاي وادرب نفسي عليها ازاي؟ تمام. هقول لكم على مجموعة حاجات من حياتنا اليومية احنا بس اللي ألفناها وما بقيناش واخدين بالنا منها، هنرجع ونركز عليها تاني من أول وجديد عشان نمسك تراك التصديق بالحسنى. كوباية حاجة دافية في جو ساقعة تلج زي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي، أو لو احنا في الصيف كوباية مية ساقعة متلجة في جو حر يفرهد. قعدة ولمة عيلة بيتفرجوا سوا على فيلم. شاور منعش بعد يوم طويل مليان تفاصيل. تمشية في الشارع مع نسمة هوا لطيفة، ولو بتحبوا الشتاء زي حالاتي تمشية في الشارع تحت المطر والجو اللي يجنن اللي احنا بنموت فيه ده. أكلة حلوة بنحبها وبنستمتع بيها. أغنية حلوة بنحب نسمعها مع كوباية شاي بالنعناع في البلكونة، أو أيا كان المشروب اللي بتحبه. أنا عن نفسي بحب القهوة جدا. وهكذا، اللي عنده حاجة بقى يقولها في الكومنتات، يعني عايزاكم تفتحوا خيالكم معايا كده وتبدأوا تسترجعوا وتركزوا مع التفاصيل المبهجة والنعم اللي احنا ألفناها من كتر ما بقينا شايفينها طبيعية في حياتنا، ألفناها ما بقيناش واخدين بالنا منها. نرجع تاني ونركز عليها مع ملاحظة أكتر، يبدأ التركيز يعلى ويبدأ مع الحاجات المبهجة في يومنا، ويبدأ بالتالي ذبذبات جسمنا وطاقة جسمنا تعلى وتجذب ليها كل ما هو من نفس الذبذبات، ومن ضمنها طاقة اليسر والتيسير، ويبدأ يتجلى اليسر والتيسير في حياتنا. وبالمناسبة احنا لما نعمل كده هنبقى بندرب نفسنا على تأمل مهم جدا اسمه mindful meditation. هو من أكتر التأملات اللي بتساعد على صفاء الروح والنفس وإنها تكون في حال أفضل. أتمنى يومكم يكون مليان بالوعي والتركيز مع اللحظات والتفاصيل المبهجة في يومكم، وأشوفكم على خير الفيديو اللي جاي إن شاء الله. سلام.